السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يفوز في لقاء الذهاب 2-1 على الوداد المغربي. في مباراة بجد اللعيبة عملت فيها اللي تقدر عليه. ضيعت فرص، وبرضه ده نفس اللي كلنا اتكلمنا عليه في كذا من كذا مباراة ومن كذا فيديو، إن اللعيبة لازم تستغل أنصاف الفرص، بس برضه لسه في تسرع، لسه في استهتار، ما مش عارف. النهارده الماتش بصراحة، انا شايف ان كولر اداره صح، وهو بقاله 3 ماتشات بالظبط بيجهز للموضوع ده وبيعمل كده، سواء في ماتش انبي او في ماتش سيراميكا او في ماتش طلائع الجيش. الاهلي بادئ بان هو بيعمل ضغط عالي على الفريق. في ماتشين بتاع انبي وطلائع الجيش كانوا باينين قوي، الضغط العالي كان باين جدا جدا جدا، والاهلي فعلا كان بيعملوا الشوط الاول كامل، وفعلا نجح في الموضوع دوت في الماتش بتاع الوداد النهارده. انا شايف ان كولر كان قاري لعيبه الوداد جدا كويس. آه، بعيدا عن التحكيم اللي كان سيء جدا، حكم ليبي غير عادل بالمره، فار على نفس مستوى السوء، بمنتهى الصراحه بمنتهى الامانه. ضيعوا من الاهلي ضربتين جزاء، ما حسبوش حتى واحده فيهم، بالرغم ان اقل حاجه بضربه حسين الشحات التانية دي ضربه جزاء صريحه وواضحه وما فيهاش اي كلام، بمنتهى الصراحه. طرد في الشوط الثاني من انفراد بيرسي تاو، المدافع لمسها بايده، الحكم قدامه بيديله انذار يعني. حتى اما الحكم غلط، الفار ما صححلوش وقال له لا انت كويس وبرافو عليك. برافو برافو، فانت ما ينفعش احنا نجيبك، لكن نجيبك في الكوره اللي انت حسبتها غلط ونقول لك لا مش ضربه جزاء تعالى شوفها، وتيجي تعجنها وتقوم مديها لها، بدل ما تحسبها كورنر تقوم مديها للجون اسقاط. فالحمد لله ان احنا عملنا كده في ظل واحد حكم سيء زي اللي كان بيحكم. تمام. المصيبه التانية بقى والمصيبه الاكبر، المذيع عصام الشوالي التونسي اللي فجأة قلب على مغربي. ويا ريت كده، بس ده كمان كل كرة تيجي اللعيب من الاهلي ينق على اللعيب، وكل اعوذ برب الفلق، يعني بامانه مفيش لعيب ما سلمش منه، حتى مصطفى شوبير تألق ومش تألق، وجامد ومش جامد، ويا ابن شوبير ومش يا ابن شوبير. والكرة اللي دخل الجون اي نعم صعبه، بس هو كان شايل اصعب منها. انا ما بلومش شوبير بصراحه، عمل ماتش جامد جدا، سواء الماتش ده ولا الماتش اللي فات، بمنتهى الصراحه والامانه. بجد بجد مستوى حارس مرمى كبير وجميل جدا جدا جدا. النتيجه في مجملها، انا مش واحد، انا اهلاوي مش زعلان، بمنتهى الصراحه والامانه انا فرحان جدا ان الماتش خلص 2-1. اي نعم ممكن كان يخلص احسن من كده، بس الظروف اللي احنا قلنا عليها ما فيهاش اي مشكله خالص. الرق على ان اداره الاهلي والجهاز الفني والاداري بامانه يوصلوا للعيبه ان الماتش لسه خلص 0-0، مفيش اي مشكله، مفيش اي حاجه. ويا ريت يا ريت الناس الاهلاويه اللي بتفهم ما تنقدش عمال على بطال، ده مش وقت نقد، بالرغم انا مش شايف ان في اي نقد يعني. حتى الناس اللي كانت بقرا الكومنتات بتاعتها على الفيس، كولر وتاخر في التغييرات وما تاخرش في التغييرات. اتاخر في التغييرات كولر في ايه؟ هيشيل كهربا ويحط محمد شريف. احنا اساسا اصلا مستوى شريف مش عاجبنا، وهيشيل حسين الشحات او بيرسي تاو، وهينزل طاهر واحمد عبد القادر. هي دي التغييرات اللي بره. طب يسيب دول ولا يسيب اللي في الملعب؟ الوحيد اللي ممكن كان ياخد فرصه النهارده على اساس ان هو فعلا مستوى حلو هو كان القندوسي، بس غير كده الناس قاعده بتقول تغييرات. تغييرات مين يا جماعه؟ تغييرات مين؟ اللعيبه اللي موجوده هي السكواد بتاع الاهلي، احسن سكواد موجود في الاهلي دلوقتي، اللي لعبوا اساسيين، بعيدا عن ان السوليه بره وبعيدا عن القندوسي بره. لكن مفيش احسن من كده بمنتهى الصراحه والامانه. البديل ليس على نفس المستوى بتاع الاساسي، يعني الشحات مش نفس مستوى لا طاهر ولا نفس مستوى احمد عبد القادر. بيرسي تاو نفس الموضوع، سواء لاعب ده يمين او لاعب ده شمال. واحنا في الاول قلنا كهربا وحش وكهربا مش وحش، وكهربا هو اللي مدخل الجون التاني. وبرضه بننتقد كهربا وبننتقد محمد شريف اللي هو كان البديل بتاعه. محمد شريف لما نزل هو واحمد عبد القادر، ما مش شايف ان هم
عملوا جديد، ضافوا جديد للفرق، هي كانت نفس الليله، وهي في نفس رتم اللعب، والاهلي كان مستحوذ ومفيش تخليص للكوره. يا ريت ما نصدرش الاحباط للعيبه. بجد انا شايف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يوم 11 هنبارك على البطوله من المغرب. وبصرف النظر عن اي حاجه، بصرف النظر عن اي حاجه، مفيش حكم هيحسب عليك. ده بقى اللي احنا بنخاف منه او الناس كلها خايفه منه، وباعتبارنا لعبت كوره يعني. من الحكم عمره ما يحسب لك هيحسب عليك ضربه جزاء وانت معاك الكوره. القرارات ممكن تاثر بس مش هتاثر في ضربه جزاء. يعني عمره ما هيحسب ضربه جزاء من نص الملعب. هيبقى في ممكن في حاجات كده حتى فعلا يعني فاول يتغاضى عنه زي ما النهارده كان عامل كده، بس انت برضو فايز. موضوع بقى ان انت بتلعب بره ارضك او جوه ارضك، الفرقه اللي عايزه تفوز ببطوله ما تبصش للكلام ده. لعيبه الاهلي في السله، مع احترامي الشديد للعيبه القدم، وانا عارف ان هم قدهم ورجاله زيهم، واخدين البطوله بره في افريقيا، وعلى حساب صحاب الملعب وصحاب الارض، ومفيش اي مشكله خالص يا جماعه. اللي عاوز ياخد بطوله ملهوش علاقه وما بيبصش لاي حاجه. رحت الاهلي لاعب الرجاء هناك، يعني لا راح لاعب الرجاء هناك، والاهلي جاي وعامل على النتيجه عليه وزي الفل ومية مية. الفريق اللي عايز يا جماعه ياخد بطوله ما بيبصش للماتش بره ارضي ولا جوه ارضي. الوداد صاعد على حساب صن داونز في ملعب صن داونز مش في ملعب الوداد. يعني انت لو بصيت حالك وقارنت حالك بحاله، طيب ما هو راح فاز بره، اتعادل بره كمان بس 2-2 وكان على ارضه 0-0. انت بقى جايب انت فايز اصلا وراح فايز 2-0. يعني الاهلي عايز هناك يتعادل باي نتيجه، اي نتيجه الاهلي يتعادل بيها يفوز وياخد اللقب ان شاء الله. ان شاء الله خير، وان شاء الله هنبارك يوم 11. والف الف الف مبروك للاهلي واللعيبه الرجاله اللي موجوده في الملعب. بس الفرص الضايعه الكتير لو سمحتوا ركزوا فيها. تصبحوا على الف خير.